السلام عليكم. النهارده زي ما شفنا النهارده تألق المهدي سليمان قدام الاهلي. النهارده بصراحه مباراه قويه جدا 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 للمهدي سليمان. حارس، اقسم بالله حارس بطل، من يعني راجل بصراحه. فعلا ده يستحق يبقى حارس منتخب الاول، والله العظيم ما يبقاش الرابع. ده حرام يبقى الرابع، ده اول ومستريح. ده النهارده بالتصديات اللي هو عملها النهارده دي، ده يجبر اي منتخب ان هو ياخده، والله العظيم. لان النهارده فعلا فعلا شال يعني كميه كور. انت لو شفت الاحصائيات مكتوب 25 تسديده للاهلي، 25 تسديده ولا تسديده تخش. وكمان يوم لما جابوا جون من ضربه جزاء، يعني كمان 25 تسديده ما سجلش منها الاهلي، مقابل أربعة للاتحاد عرف يجيب منها جون. لكن والله العظيم النهارده فعلا نادي الاتحاد عرف ان هو يقفل دفاعاته بصراحة. هو البطل هو المهدي سليمان رقم واحد، لان كان النهارده نص ملعب الاتحاد كان وحش قوي 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 قوي، وكان عندهم ضعف هجومي رهيب. هي الجون اساسا انا على ما اعتقد ان هي جت غلطة لما كوكا، احمد نبيل كوكا، عدت من فوقيه ووصلت للاعب اللي هو استلمها وجابها جون. دي غلطة بس، يعني جون غلطة. انت ما بالك بقى في يعني الماتش اساسا ما عملوش كور اساسا، او عملوا فكره هجوميه. الاتحاد ما عملش ولا فكره هجوميه اساسا، لكن الاهلي كان هو اكتر شراسه خلال المباراه. بصراحه اداء النهارده الفوز هو رقم واحد للمهدي سليمان النهارده. عفوا التعادل ولا ايه؟ التعادل هو الاساس، هو اللي خلى المهدي سليمان النهارده المباراه تخلص تعادل. بعد ربنا سبحانه وتعالى، المهدي سليمان هو السبب في تعادل الاهلي النهارده. بصراحه عمل اداء قوي 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 قوي. وخلي بالكم يا جماعه، ان شاء الله المهدي سليمان ده يفضل على مستواه، ويبقى ان شاء الله يبقى حارس منتخب مصر. ونفسنا نشوف حارس جديد يطلع لنا، وحارس زي مهدي سليمان ده نكتسبه في منتخب مصر. ويعني حاجة كويسة أوي أوي أوي، وعمل أداء النهاردة روعة روعة. وبصراحة يستحق، يستحق إن هو يبقى في المنتخب بصراحة. يعني الله أكبر عليه، بصراحة حارس ممتاز ممتاز جدا. وطبعا الأهلي النهاردة في الماتش هو غلط غلطات كتير أوي أوي أوي، بسوء تعامله في الكور، إن هو ما عرفش يسجلها. لأن هو العقبة اللي كانت قدام الأهلي هو المهدي سليمان طبعا. وعنده النهارده بصراحة تألق من الأهلي على ما أعتقد. طول المباراة اللي شايف اللي هو تألق في خلال المباراة هو طاهر محمد طاهر. في الفترة اللي فاتت وفي الماتش النهارده مش عارف، مفيش غير طاهر محمد طاهر في الأهلي بصراحة، شايف كده في خلال الفترات اللي فاتت. وطبعا معاه وسام أبو علي، بس النهارده وسام أبو علي ما بيلعبش. فأنا شايف إن مفيش غير طاهر النهارده اللي لعب الماتش. ما كان فيش حد أساسا كان عامل أداء يديك إن هو ليه أفضلية عن طاهر. مفيش أي حد كان يعني ايه اعلى من مستوى طاهر النهارده. بصراحه طاهر كان اعلى، هو لاعب وكان افضل لاعب. حتى هو اتسبب في ضربه الجزاء التانية اللي اتحسبت، اللي جات منها الجون. بصراحه انا مش شايف غير طاهر النهارده اللي لعب في الاهلي بصراحه. اداء كويس جدا جدا، ولكن عدم التوفيق او عدم وسوء التعامل في الكور هو اللي خلى الاهلي يتعادل النهارده. سبب رئيسي هو اللي خلى الاهلي يتعادل النهارده هو عدم الفهم الهجومي، او ال ال النظام الهجومي اللي بيلعبوا بيه هو اللي خلى الاهلي ما يعرفش يسجل. ولكن الاتحاد عكس الاتحاد استغل اول فرصة باول جون على طول. هو يعني عرف ازاي يخطف من الاهلي الهدف في الدقائق الاخيرة، عرف يخطف التعادل. لكن انا عايز اقول لكم يا جماعة، في خلال الدوري السنة دي الصعب زي ما قلت لكم، اللي عايز ياخد الدوري يا جماعة والله العظيم خلال ال 17 ماتش اللي احنا بنلعبهم دول يجمع اكتر عدد نقاط. اللي يقدر يعني ياخد عدد نقاط اكبر هو اللي هياخد الدوري. خلي بالكم والله، انا من رأيي الشخص كده ان هو اللي اكتر نادي يجمع نقط هو اللي يكسب الدوري في خلال ال 17 ماتش الاولانيين دول بالذات. لان ال 17 ماتش دول هو اساس ان انت تاخد الدوري، هو اللي بيديك الافضليه ان انت تنافس في الثمان مباريات الباقيه على على الدوري. فيا جماعه لسه الدوري طويل، لسه احنا النهارده بنتكلم في تالت ماتش، لسه كتير، لسه فاضل ماتشة كتيرة، فاضل 14 ماتش لسه بدري قوي.
لسه فاضل 14 ماتش بس ايه، كل مادة والدنيا لازما بتقابل فرق اصعب واصعب. فالاهلي لازم ان هو لو عايز ياخد اللي هو ان هو ينافس على الدوري، يحافظ على كل مباراة ان هو يكسبها علشان يعرف ينافس على الدوري. لكن بالشكل اللي هو ضياع الفرص اللي هو عملها النهارده دي، ما اظنش ان الاهلي هينافس على الدوري، لان الاهلي عنده يعني عنده ضعف كبير جدا 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 في انهاء الهجمات، الا يعني طاهر او وسام بس هم اللي في الاهلي بصراحه هجوميا. لكن خلال المباراه القادمه هنشوف هل الاهلي هيحل هذه المشكله ولا هيبقى على هذا الحال. شكرا لو طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استناكم بكره ماتش الزمالك والمصري.